أهلا بيكم في قهوة النجوم. لو دي أول مرة تزور القناة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناة، وما تنساش تقول لنا رأيك. لا دي الشهادة بتاعت عمر. يا جماعة أنا عمر كان عنده سخونية شديدة جدا، ما وثقش في حد في حياتي. يعني أنا عندي في ناس كده، في ثوابت كده كانوا جيراني وأنا عشرة. يعني أنا ما غيرش عربيتي بسهولة، ما غيرش بيتي بسهولة، وكمان ما بغيرش أصحابي بسهولة. ده الدكتور ماهر الجرحي. أنا قبل كده طلعت لكم لايف مع دكتور صديقي حقن لي رجلي من الشوكة العظمية، وده الدكتور ماهر الجرحي اشتغل في حميات، في حميات امبابة. وبصوا الوقت متأخر، وما يعني هم من كتر مشاغله ومن كتر الناس اللي عنده المركز اللي هو برضو فيه جزء كده لربنا والحميات والعيانين بتوعه اللي بالنهار، فما يقدرش يجيلي علشان يشوف حد عندي عيان غير متأخر قوي. طلبت منه خدمة لجارتي تحت، سأل على الكرياتين بتاعها، وسأل على البولينة بتاعتها، وسأل على الحاجات. حقه عليا ان انا ابين لكم حاجه ايجابيه جميله من مصر، حاجه محترمه. يعني انا لو بايدي اقول عليك يعني معالي وزير الانسانيه، والله العظيم مش وزير يعني الطب. عشت العمر بقى. الدكتور ماهر الجرحي والدكتور محمود الصايغ دول من اصدقائي اللي انا ما بغيرهمش، واحنا اصدقاء اسر، يعني اسرته واسرتي. وانا بشكره قدامكم ان ابني كان سخن مولع درجه حراره يعني 40، والحمد لله الحمد لله انا تلمسته برضو وخلاني اتصرفت كويس لحد ما هو جه. هو الدكتور اللي عندك، ايوه الساعه 2 عشان ابني عيان. يعني لما ابني عيان هو استنى لما خلص، هو بقى له ساعه مع عمر وبنحاول نعالجه وبنعمل له حاجات، بنحاول لان انا المساعده بتاعت الدكتور. ربنا يديك الصحه يا دكتور ماهر، وخليك لكل حبايبك. الدكتور ماهر الجرحي يا جماعه، انتوا سالتوني قبل كده على الدكتور محمود الصايغ وجات له حالات كتير جدا جدا جدا، اللي هي حقن الشوكه العظميه، عشان الناس اللي ما بتقدرش تقف على كعبها والكعب بيبقى شويه في تيبس كده. وانا اتحقنت على الهواء قدامكم في كعب رجلي، وكان كمان اللي انتم ما تعرفوش كان في كتفي. انا ما كنتش برفع كتفي لان برضو كان من ضمن الحاجات، كان عندي مشاكل، والحمد لله انا كويسه. الدكتور ماهر الجرحي بطنه وقلب واطفال وحميات وحاجات كتير جدا جدا. وكمان ده الدكتور ماهر الجرحي، اديني بقول الدكتور، خشوا على الانترنت اكتبوا الدكتور ماهر الجرحي. المركز كمان اسمه الجرحي على فكره في الهرم. وانا بقول لكم الدكتور محمود الصايغ والدكتور ماهر الجرحي، اديني قلت لكم الاثنين اهو. بس ربنا يا رب يديم المحبه ويكون كله خير في خير. انت راجل محترم وبتحب الناس بتوعك وعشره عمر، وربنا يديم عليك الصحه والعافيه. انتوا احلى حاجه في حياتنا بجد. الناس المخلصه لمصر، الناس المخلصه لاصحابها، دول من احسن الناس. يعني انا عايزاك بس تقول نصيحه للناس لما يبقى عندهم مثلا حد عنده سخونيه او حاجه. هو اهم حاجه بالنسبه للسخونيه ان ما تسيبهاش فتره طويله تعلق مع الطفل خصوصا او واحد كبير. الخطر عليه وهو صغير في السن او كبير في السن. لو كبير فوق مثلا 50 سنه بنلاقي ان كميه الحراره اللي موجوده بتقلل كميه الدم اللي رايحه للمخ، فممكن يهلوس، ممكن تؤدي الى عواقب مش كويسه. بالنسبه للطفل الصغير لو مش هيتحملها ممكن تؤدي لتشنج حراري، وده برضو ما تخافش منه خالص. لما تلاقي الولد مش في وعيه وفي نفس الوقت ابتدى يتشنج، اول حاجه تعملها تجيب ميه وتحطها ناحيه الرقبه والراس وبين الرجلين وعند الاماكن اللي هي وتحت الباط، الاماكن اللي هي فيها بلاد فيزلز اللي هي اورده والشرايين اللي تعمل كونتاكت مع الميه وتنزل الحراره بسرعه. لكن اهم حاجه ان الحراره لما تبقى موجوده لازم تقضي عليها بسرعه، او تروح تلجا الى مستشفى بتاعتنا حميات امبابه اللي هي اسمها دلوقتي وحده الجهاز الهضمي. حكومه. يعني الحكومه فيها في وحده 24 ساعه تستقبل اي حراره، والدكاتره ممكن يستقبلوا وما يقولوش لا، وحد يتضايق او حاجه. 24 ساعه، كل 24 ساعه تلاقي دكتور قاعد. لو عندك دكتور ماهر راح جاله حاله وما استقبلهاش، ايه اللي ممكن يحصل معاه منك انت كمسؤول في المستشفى؟ لا ده طبعا اولا ما بيحصلش، لان لازم يكون الطبيب موجود 24 ساعه وبيقسمه، ما هوش طبيب واحد.
يعني مثلا من 12 للصبح في 3 اطباء موجودين بيقسموا الفتره، بحيث العيان دخل بيلاقي طبيب موجود، وخاصه عندنا في حميات امبابه. دكتور عندك نقص في الحاجات الدوله مثلا مأثره معاك في انها لا والله، هو يعني التعامل الموجود والنقص اللي موجود عندنا يعني ده حاجه جنرال، بس الحمد لله العمليه ماشيه كويس. وفي اهم من النقص من الكلام ده كله، هل في نتيجه للعلاج ولا لا؟ لا، كل الدكاتره عندنا الحمد لله على مستوى عالي جدا، وفي نفس الوقت عارفين ازاي يتحكموا في حراره موجوده عاليه مش بيقدروا يتحكموا عليها بره. بس انا بنصح بالحاجات دي، اي حراره معلقه اكتر من 24 ساعه ل 48 ساعه لازم المريض يلجا الى مستشفى حميات، لان دي شغلتنا. وفي نفس الوقت بنقدر نتعامل معاه بسهوله، وفي نفس الوقت بندي ليه علاج ما يقلقش اضرار جانبيه، ونقدر نحدد السبب ايه. ما اهم حاجه مش حراره ننزلها، اهم حاجه تعرفي ايه هو سبب الحراره. دكتور انت كمان سالتني على انك لازم الحاله نقيس لها الضغط قبل ما نديها الدواء المناسب لتخفيض الحراره. طبعا كلام ممتاز، ان لازم نقيس الضغط وخاصه لو كان كبير في السن او صغير وبيتعرض لضغط عالي. طبعا عشان غالبا اللي معاه حراره عاليه ده بيبقى عنده الوعي مش كويس، فليه ما تقولش معاه حراره ومعاه جلطه لو واحد كبير في السن؟ فلازم تعمل تشيك على المواضيع دي، مش تهتم بالحراره وتسيب مثلا الضغط واطي قوي او محتاج محلول عشان تقدر تعمل له اسعاف اولي ويكون سيف لايف ليه هو يعني. وطبعا يعني الحمد لله نشكر ربنا، وربنا معانا ان شاء الله، لان في تقدم غير يعني بجد، مش بقولها عشان حاجه اعلاميه، في تقدم في البلد وخاصه في المجال الطبي الحمد لله. ان شاء الله مش هيبان دلوقتي، اصبروا عليها سنتين. لا عندنا شايفين والله حاسين. لا ده في مبنى عندنا بيتعمل اسمه مبنى وحده الجهاز الهضمي والكبد، ده معهد كبير قوي وعلى مستوى عالي جدا 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 موجود على النيل. المبنى ده بقى له 13 سنه مقفول. سياده الرئيس ادى قرار ان خلال السنه دي لازم هيستلموا المبنى ده على مستوى عالي جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هتشوفوا طفره مش طبيعيه في الاستقبال المرضى، وفي نفس الوقت العلاج وشياكه جامده جدا في المكان. وان شاء الله خلال السنه دي هيتفتح المبنى وهتشوف فيه تقدم طبي غير مسبوق قبل كده. الناس بتسقف لك والناس بيحطوا لك جولي وبيحطوا لك هاتس. لا ان شاء الله بدون مقاطعه، ربنا يكرمنا يا رب. البلد حلوه بس عايزين نصبر شويه ان شاء الله هنصبر، واحنا ان شاء الله بدون مقاطعه في تقدم، وانا حاسس به. بس الشعب يصبر شويه، يصبر، لان في والله مش بقولها اعلاميا ولا بقولها لغرض ما، البلد اقسم بالله في تقدم، بس عايزه صبر. لو في صبر رقم العياده انتوا تقدروا تطلعوها يا جماعه من على الانترنت. انا شايفه في ناس باسمه دكتور ماهر الجرحي. دكتور ماهر الجرحي النهارده بقى فيه سهل جدا ان احنا نكتب الاسم على الانترنت يطلع لنا كل ما هو للدكتور ماهر الجرحي. طبعا الناس عماله تكلمه بالليل الصبح، هو متاح 24 ساعه، وهو ده من ملائكه ربنا على الارض، وان شاء الله قاعد لاولادك. يا رب يخليك. شكرا. ايوه اسمه الدكتور ماهر الجرحي. ماهر الجرحي. اديني قلت لكم على الدكاتره المحترمين اللي لما بكون عن تجربه وانا فنانه مسؤوله بيجي لي حد محترم بقول لكم. في الدكتور محمود الصايغ عظم وحقن للشوكه العظميه، والدكتور ماهر الجرحي النهارده، وان شاء الله ربنا يشفي ويعافي كل الناس. تصبحوا على خير وتصبحوا على صحه وسعاده وامل في بكره باذن الله تعالى. شكرا يا دكتور ماهر ان انت اديتنا طاقه وطاقه امل ان شاء الله بكره باذن الله احسن، وان في فعلا مكان تاني بيتفتح زياده في حميات امبابه. ماهر الجرحي، ايوه هو اسمه الدكتور ماهر الجرحي. كان بيعالج ابني عمر، للي بيسالوني بيعمل عندك ايه الساعه 2 بالليل، بطلبه بيجي لي وما بيقوليش لا. ربنا يخليك لينا يا دكتور ماهر، ربنا يخليك يا دكتور. وانا كمان كاتب لي كمان اهو علاج علشان اسمه ايه ده، عندك التهابات مزمنه. التهاب مزمن. اديني بس بعد اذن حضرتك دي عشان نوريها للناس اهي. الدكتور ماهر الجرحي يا جماعه، انا ما بعملش اعلانات لحد غير للناس اللي تستاهل وبدون مقابل. يعني انا عايزه حد يتقال لي عليه انه محترم وربنا يكرمه وفاتح للناس كلها وما بيقولش لا لحد، هعمل له الاعلان عندي على الصفحه. يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. الحمد لله عمر كويس وبخير، الف شكر. باي باي. شكرا لكل الناس اللي سالت على ابني، الف شكر.